كل المقاسات اللي هنكون محتاجينها علشان نرسم الباترون، او لو عاوزين نشتري حاجة اونلاين. وعندي جدول زي الحاجات اللي بتكون في شيئين لو حد عاوز ياخدها سكرين شوت، وهنتعلمها واحدة واحدة. طيب، اول حاجة عندي محيط الصدر. ومحيط الصدر باخد فيه حاجتين مهمين. اول حاجة يكون معدي على العظمتين اللي في الظهر ورا، ويكون معدي على اكبر ارتفاع عندي في الصدر، اكبر منطقة. باخد مقاس مظبوط لو سواريه، وبسيب 4 سنتي او 4 صوابع، مقاس 4 صوابع لو عادي. تاني حاجة عندي مقاس الوسط. مقاس الوسط لازم اكون رابطة حاجة عندي على الوسط علشان اخد عليه بالظبط. بعدين بقيس، وبيكون القياس بالظبط، مش بسيب فيه اي مسافات. تالت حاجة عندي محيط الأرداف. ومحيط الأرداف بيكون أعلى جزء في الجسم، أو أكبر مقاس عندي في الجسم، وبيكون برضو على أعلى نقطة عندي في الأرداف من الخلف، وبقيس عندي عادي. طيب، أنا لو عندي بطن شوية من تحت مليانة، بوسع كده عندي بالمزورة، واعمل زي حرف 8 لحد البطن اللي عندي، أو الحتة الكبيرة اللي عندي، وبعدين بنزلها لتحت كده مقاس مظبوط. عرض الصدر. عرض الصدر بعمل ايه؟ باخد من تحت الباط من النص بالظبط لحد تحت الباط التاني للنص، وده بيكون عندي عرض الصدر، وباخد المقاس عادي. بعد كده عندي عرض الظهر. وعرض الظهر بيكون زي عرض الصدر بالظبط، من نص تحت الباط لحد النص تحت الباط التاني. بعد كده عندي محيط الرقبة. محيط الرقبة لازم اعمل دايرة كده، ويجي عند العظمة اللي هي الترقوة، عظمة الترقوة اسمها، لازم تعدي عليها، واخد المقاس بتاعي عادي. عندي بعد كده طول الصدر. طول الصدر علشان اعرف انا اخده لنفسي، بحط رقم 1 من تحت، وباجي عند اعلى ارتفاع اللي هو عند الكتف، يعني عند اعلى ارتفاع في الكتف، وعدي المزورة على اعلى ارتفاع في الصدر لحد الخط بتاع الوسط، وده بيكون عندي طول الصدر. طول خط الصدر، وده بينفعني جدا في البنس. باخد من اعلى ارتفاع عندي في الكتف لحد اعلى نقطة عندي في الصدر. بعد كده عندي النقطتين، العرض بين نقطتين الصدر يعني، وده بيكون ما بين اعلى نقطتين في الصدر. طيب، بعد كده عندي طول البلوزة او الفستان. طول البلوزة او الفستان بمسك المازورة بالعكس زي ما تعودنا وقدام المراية، وابدأ اخد من اعلى نقطة عندي في الكتف لحد اعديها برضو على اعلى نقطة عندي في الصدر، وبعدين احدد انا طول البلوزة بتاعتي. احدد براحتي وانا باصة في المراية واقفة كويس، واطلع الطول اللي انا عاوزاه. بعد كده عندي طول الجنب. طول الجنب بيكون من عند الوسط لحد قبل على طول اعلى ارتفاع عندي في الارداف. عندي بعد كده طول الظهر او طول الظهر بتاعي، باخده من اعلى نقطة عندي برضو في الكتف لحد خط الوسط. طبعا المفروض مراية هيطلع احسن بكتير، بس انا ما كانش قدامي مراية حاليا. عرض الاكتاف بقى بقيسه من عند العظمة اللي ما بين الدراع والكتف، تمام، من هنا لحد هناك، وكمان تكون مرت على العظمة بتاعة الرقبة من ورا، اكون حاسة بيها. او برضو لو قدام مراية هيكون احسن، يعني ابص في ظهر مراية.
بعد كده عندي طول الكم. طول الكم لازم يكون وانا باخد دراعي متني كده، تمام. ما ينفعش ابدا وانا دراعي مفرود، غلط، هيديني طول مش مظبوط خالص. بعملها ازاي برضو لنفسي؟ باخد المزورة عند كتفي، عند العظمة اللي بيبدأ ينفصل فيها الدراع بتاعي عن الكتف، وبثبتها بدبوس. وابدأ اشوف الطول بقى اللي انا عاوزاه، نص كم، تلت كم، اي حاجة. لو عايزة كم كامل بناخد كده زي ما قلنا، بيكون الدراع متني ومعدي على الكوع، وبعدين باخد الطول بتاعي. طيب بعد كده عندي محيط الذراع. محيط الذراع اللي هو محيط اكبر حتة عندي في الدراع. انا عشان رفيعة شوية فهو مش باين، لكن المكان ده بيكون اكبر حتة في الدراع عندنا. بعد كده عندي محيط الاسورة. محيط الاسورة مش باخده من مكان الاسورة، لا، باخده من عند صوابعي، وبحاول اخلي صوابعي العظم ده يكون جاي على بعضه كده كأنهم في صف واحد، زي ما انتوا شايفين كده معايا. احاول اخليهم كلهم في صف واحد، وابدأ اقيس محيط الاسورة. ليه باخد من اول الحتة دي مش من عند مكان الاسورة؟ علشان ده اللي بدخل فيه دراعي، اللي ببدأ يعني دي اكبر حتة انا وبلبس الهدوم هتكون معدية من عند الاسورة، فلازم اعمل حسابي هي وداخلة اهو كده، او هي وطالعة كده. نكون خلصنا كل المقاسات.